اللمطة دي لما تروح تشتغل في مكان، سواء بقى انت شغال مكان عام، مكان خاص، او مكان اي مكان خلق ربنا، الحماس بياخد الواحد قوي وبيبقى حريص على المكان، عشان ده طبيعة اكل عيش، عشان هو المكان ده اللي هياكلك عيش. فانت بتبقى عايز تبقى كويس في المكان ده عشان تحافظ على وظيفتك اللي انت شغال فيها، وتحافظ على نجاح المكان اللي انت شغال فيه. ما هو المكان لما يبقى ناجح، انت هتني شغال والدنيا تنها دايره، وبناء عليه انت موجود مثبت في مكانك ده. فلما تروح تشتغل في مكان قوي، فخليك ناصح عشان ما ياخدكش قوي، لان انت في الاول وفي الاخر شغال في المكان، ما انت صاحب مكان، مش هتورث فيه. اشتغل بس على قد ما المكان طالب. هتحاول تبتكر وهتحاول تختلق وهتحاول محدش بيقدر الكلام ده. مش المحصلة في الآخر. هنتكلم على الأماكن الخاصة اللي هي الحاجات الحرة، يعني زي ما بيقولوا. وفي بعض الجهات بتقدر ده، في بعض الناس بتقول ده الراجل ده كويس وزي الفل وقلبه على الشغل والدنيا حلوة، فبيبدأوا يظبطوا الراجل ويعلوه كمرتب، يدوا له بوزيشن كويس. الموضوع بيختلف من مكان لمكان ومن شخص للتاني. بس انا كانت تجارب كتير قوي شخصيه معايا انا، مثلا ان ساعات الواحد بيروح يشتغل في حته والعشم بياخده زياده، بتبقى حريص ان الدنيا تبقى حلوه هنا، ونقول ده احنا كلنا بناكل عيش، وده احنا الدنيا فير ويا عم مش هتفرق هنا شويه وهناك شويه. انما تفاجأ ان عشمك بيتقتل في لحظه معينه. انت اصلا اساسا انت مجرد وسيله لتربح الشخص صاحب المكان ده، لا اكتر ولا اقل. ما انتش صاحب مكان برضو في الاول وفي الاخر، انت حد بيتأجر عشان تعمل مصلحه معينه، انت لما رحتش غيرك هيروح يعملها. هي دي كل الفكره. تبقى تقول ده احنا نعمل ونسوي، والمفروض نحط لمسه معينه في الحاجه الفلانيه، الدنيا تبقى مش عارف ايه. ما هو طبيعي ان انت تعمل كده عشان انت حريص عشان اكل عيشك والدنيا تمشي. ما هو في شغل، في فلوس، الدنيا وقفت مفيش فلوس. كل ده ما بيبانش قدام لحظة معينة تعمل فيها حاجة غلط ويقول لك شفت انت والحكاية، وانت اللي بوظت الدنيا وانت اللي قفلت الدنيا وللأسف المعايير بتبقى كده. فبس حاجة حبيت أقولها في السريع كده، انت في الأول في آخر وسيلة زي ما أنا قلت عشان صاحب المكان يكسب من وراك. انت هتروح غيرك هيروح، مش هتفرق معاك كتير. أو محمد يكسب ايه من ورا مين؟ لما تيجي العشم ياخدك قوي في حاجة معينة، ما انت مش صاحب مكان في الأول وفي الآخر، هتمشي يوجي 70,000 واحد غيرك. اشتغل باللي يرضي ضميرك. ما بقولش ان انت تتخابس، لا خليك زي ما انت، لان انت هتتخابس هتلاقي الدنيا باظت. بس خد المواقف دي حطها في ذاكرة حياتك، كده كده مش هتخسرك كتير، بس هتكسبك مواقف. في ناس بتحسبها مادة، وفي ناس بتحسبها مواقف زي ما انا قلت قبل كده برضو. خليك انت من الناس اللي تحسبها مواقف. الموقف اللي دايم، الفلوس كده كده ما بتروح وتيجي وتتصرف، والفلوس مش هي اللي بتعمل الشخصيات. اللي بيعمل الشخصيات الموقف وطريقة التعامل. حاجة على السريع كده. سلام عليكم.